السلام عليكم، يا مساء الورد والفل والسعادة عليكم يا حبايبي. يا رب تكونوا بخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض كيك اليوسفي، طبعا موسم الشتوي وكيكات الشتوية اللذيذة جدا. اليوسفندي موجود، فقلت هنعمل مع بعض، هنبتدي نعمل مع بعض الكيكات الشتوية. طبعا اليوسفندي طبعا غني بفيتامين سي. فهنقول معانا ايه يا حبايبي. انا معايا كوبايتين ونص شوب اللي هما دقيق نخلاه عشان وقتك، وحط عليه رشة ملح. ومعايا 200 جرام يوسفي عصراه وطبعا صفيته. ومعايا معلقة خل. ليه معلقة الخل ليه يا حبايبي؟ عشان بتطري معانا الكيك وبتديكي لون الكيك بيبقى فاتح معاكي، دي فايدتها. ومعايا كيس بيكنج باودر وثلاث حبات بيض خارج التلاجة. وبشر يوسفي طبعا اساسي يا حبايبي وبيدي طعم. وطبعا هنستغنى عن الفانيليا. ليه؟ عشان معانا البشر اليوسفي. ومعايا 150 جرام زيت ذرة و200 جرام سكر. اول حاجه هنبتدي نقول بسم الله. وهنعمل ايه يا حبايبي؟ هنحط البيكنج باودر على الدقيق وهنتركه عقبال ما نخلص. اهو البيكنج باودر وهنقلبه يا حبايبي كده، عشان ايه؟ ما البيكنج باودر ما يتركنش في جنب وجنب، عشان الكيك ما يطلعش ايه هابط من جنب وجنب. نجاح الكيك معاكي اللي انتي بتقلبي البيكنج باودر حلو، على اساس البيكنج باودر لو اتركن في جنب الكيك هيطلع هبطان معاكي. وهتقولي ليه بيهبط عشان مش بنقلب البيكنج باودر حلو. خلاص احنا قلبنا كده البيكنج باودر، هنبتدي ونقول بسم الله. هننزل بالبيض يا حبايبي، طبعا البيض خارج التلاجة. وهنزل عليه بالبشر بتاع اليوسفي حوالي 30 جرام طبعا. وهنحط معلقة الخل. احنا قلنا معلقة الخل بتساعدنا على ايه؟ على هشاشة الكيك معانا، وعلى انها بتدينا لون فاتح في الكيك. وهنقلب بسم الله. هنقلب. هعملها معاكم بالمضرب اليدوي اهو يا حبايبي، عشان لو محدش عنده الخلاط مش اشكال. المضرب الكهربائي مش موجود، هنشتغل بالمضرب اليدوي وهتطلع احلى كيك باذن الله. هنزل بقى بالزيت لا سوري بالسكر اللي هو 200 جرام. طبعا السكر يبقى فاتح كده على اساس ايه؟ ما يديناش بردك لون غامق في الكيك. وهنقلب شويه حتى ايه يعني يدينا لون فاتح شويه كده البيض مع السكر. طبعا احنا محطيناش فانيليا. ليه يا حبايبي؟ عشان احنا حطينا بشر اليوسفي. مش قلبنا كده. هنزل بقى بالزيت سنه سنه، نعمل مع بعض كذا كيك شتوي باذن الله الايام الجايه. هننزل بقى بالعصير اللي هو 200 جرام سك. ده عصير سك يا حبايبي، معلوش اي ميه. يوسفندي سك. هنزل بقى بالدقيق اللي عليه ايه؟ باكل بيكنج باودر وعليه رشة الملح. بسم الله. هنقلب باتجاه واحد، مش بنرجع يا حبايبي، بنفضل في اتجاه واحد كده، ما بنرجعش. على اساس ايه؟ متهبطش معانا الكيك. وطبعا عايزه اقولك ان الفرن والع على 180. اول ما انا ببتدي بحضر حاجه الكيك بولع الفرن. وطبعا صينيه هنحط فيها مقاس 26 معفراها، دهناها زبده زيت، تدهنيها اي ماده دهنيه وتعفريها بالدقيق. ان هي المقادير دي بتاخد مقاس 26 يا حبايبي. ومنفتحش ابدا الفرن قبل 35 دقيقه، عشان الكيكه دي بتاخد معانا 45. فايه احنا مش بنفتح الفرن قبل 35 دقيقه عشان ما تهبطش معاكم. اهي ما خدتش معانا دقايق. قلبنا الخليط حلو في اتجاه واحد يا حبايبي. وجبت الصينيه دي 26 مقاسها، مدهونه زيت ويا اما زبده وتعفريها بالدقيق. هننزل بقى بالخليط. شايف الخليط سمكه خطير. تبعي المقادير دي يا قمر،
هتنجح معاكي من اول مره. الفرن حبايبي لازم يكون سخن، اي مخبوزات او اي كيك لازم نفتح الفرن. وطبعا الفرن على 180. هتاخد معانا الكيك ده 45 دقيقة. منفتحش الفرن، انا بنبه على اساس كده عشان الكيك بيهبط، عشان بتفتحي الفرن قبل ربع ساعة او 35 دقيقة. فطبعا انا بقى هحطها في الفرن، ولما تخرج هنقدم مع بعض. خلصت معايا الكيك يا حبايبي، هنقطع قطع مع بعض. بسم الله. عايزه اقولك اليوستفندي خطيره. اهي طريه، طريه وهشه معانا، وما فيهاش زبادي ولا اي حاجه. استعملنا بس هي معلقه الخل اللي حطيناها مع البيض عشان بتساعد على تطريه الكيك برضو. وهقدم معاكم يا حبايبي اهي. ويا رب تجربي طريقه الكيك اليوستفندي بطريقه شيف هالة ويعجبك، وبألف هنا يا رب عليكم.